بالتوازن، يتسم بالاعتدال، يتسم بالتميز، يتسم بالمفاصلة. لم لا؟ وهو منهج من خلق. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقد تقف على منهج تربوي شرقي أو غربي يزكي جانبا من جوانب الحياة على حساب الجوانب الأخرى. قد تقف على جانب من الجوانب في كيان الإنسان نفسه في الوقت الذي لا يجد فيه الإنسان إجابات كاملة على أسئلة أخرى تدور بنفسه وصدره. ترى منهجا يميز جانب الروح على جانب الجسد، أو يرفع جانب الدنيا على جانب الآخرة إلى غير ذلك. لأن أي منهج بشري، تدبر هذا، لأن أي منهج بشري مهما كان وضعوه فهم بشر، فمنهجهم يتسم بسماتهم البشرية ويتصف بصفاتهم الإنسانية من الضعف والقصور والعجز وتحكم الشهوات والرغبات والنزوات والمحدودية. فالإنسان إن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن رأى مكانا فهو لا يرى غيره، ومن ثم يأتي منهجه حتما متسما بهذا الضعف وبهذا القصور وبهذه المحدودية التي هي سمة لبني الإنسان على وجه الأرض. أما منهج الله فهو منهج من يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، منهج الخالق الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا لا سعادة أبدا للبشرية بصفة عامة ولأمة التوحيد بصفة خاصة إلا إذا عادت إلى هذا المنهج الرباني والنبوي ورددت مع السابقين الأولين الذين استجابوا لهذا المنهج وحولوه في حياتهم إلى واقع عملي ومنهج حياة. رددوا مع هؤلاء السابقين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. البشرية كلها الآن تضحك كالمجنون وتئن من الألم وتجري كالمطارد، تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن هذا المنهج الرباني والنبوي قد فقدت كل شيء. وإلا فماذا وجد من فقد الإسلام؟ ماذا وجد من فقد الإسلام؟ وماذا فقد من وجد الإسلام؟ أسأل الله أن يردنا إلى الإسلام ردا يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد ظهر لواضع المناهج التربوية في بلادنا بعد سنوات طويلة، ظهر لهم بلا مماحكة أنهم زرعوا طيلة السنوات الماضية، زرعوا حنظلة وجنوا شوكا ومرارة وتعاسة وشقاء. ظهر للجميع أن الأمة ما هانت على إخوان القردة والخنازير وعلى أنجاس أهل الأرض إلا يوم أن انحرفت عن هذا المنهج الرباني والنبوي الذي حول رعاة الإبل والغنم في أرض الجزيرة إلى سادة وقادة للدول والأمم في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ولن تعود الأمة إلى هذه المكانة إلا إذا عادت من جديد إلى هذا المنهج الرباني والنبوي. آيتان اثنتان من سورة واحدة في سورة الحجرات ترسي هاتان الآيتان الكريمتان قواعد للإخاء، دعائم للحب، داء خطير إذا استشرى في الجسد الإسلامي يهلكه.
فيحذر الله تبارك وتعالى منه في هاتين الآيتين الكريمتين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد فصلت هذا الشطر من الآية بالتفصيل، لكنني أجمل القول فيه إجمالا، وأقول السخرية هي الاستهزاء والاستصغار والاحتقار للآخرين. قد تكون هذه السخرية في صورة نكتة، وما أكثر النكات، وما أكثر من يدعون خفة الظل في الأمة، فتراه يجلس في مجلس أو حتى يقف على مسرح، فلقد صار للنكات ألبومات خاصة، وصار للنكات من الفنانين من يرفعون على الأعناق وتصفق لهم الجماهير المخدوعة، ويقف هذا على خشبة المسرح على مرأى مسمع من الآلاف ليسخر بهذا وليهزأ بفلان بجنس من أجناسنا أو ببلد من بلادنا، والناس يضحكون ويصفقون، وهذا نوع من أنواع السخرية الذميم. فقد يسخر القوي من الضعيف، ربما يكون هذا الضعيف خيرا عند الله منه، وربما يسخر الجميل من الدميم وهو عند الله أفضل منه، وربما تسخر الجميلة من الدميمة، وربما يسخر شعب من شعب، وربما يسخر قوم من قوم، وربما تسخر عائلة من عائلة، وربما يسخر مسلم من مسلم آخر وهو لا يدري أن هذا الذي يسخر منه أفضل عند الله منه. إذ لا تنبع السخرية إلا من قلب مليء بالكبر. لا يستهزئ الإنسان بأخيه الإنسان، ولا يسخر بأخيه المسلم، ولا يحتقر أخاه المسلم إلا لأن نفسيته نفسية متكبرة مريضة. والكبر مرض خطير يحول بين صاحبه وبين الجنة. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، فما ظنك بمن انتفخ وتاه في الأرض كبرا ونقل أنفه من وجهه فوضعها في أعلى رأسه، وصار لا يتحدث مع الخلق إلا من عل من برج عاجي، صار لا ينظر إلى الناس إلا وهو في الهواء، فهو لا يرى الناس إلا ذبابا أو حشرات. لماذا؟ لأنه مليء بهذا المرض العضال وهذا الداء السخيف، علام الكبر. أنا أعجب لهذا المتكبر الغبي السفيه، علام الكبر، وهو أضعف من الضعف وأهون من الهوان وأذل من الذل. يحمل البصاق في فمه يدفله ويتأذى منه، يتأذى من بصاقه هو فضلا عن بصاق غيره. يحمل البصاق في فمه، ويحمل العرق تحت إبطيه، ويحمل البول في مثانته، ويحمل النجاسة في أمعائه، ويمسح القذارة عن نفسه كل يوم مرتين أو يزيد. علامة الكبر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالكبر صفة من صفات الملك الحق. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. لا ينبغي أن ينازع بشر ضعيف رب البشر جل وعلا في صفة من صفاته التي لا ينبغي أن يتصف بها سواه.
فالسخرية لا تنبع إلا من نفس متكبرة